بالنسبة للحركة دي الحركة اهي بتاعتك. اول حاجة هنتكلم فيها، انا طبعا عدلت شوية هنا بس لو فتحناها من الاول خالص، احنا يفضل ان انت تعملها على الكورة، عشان الكورة هتبقى اكتر مثال يخليك تركز في ان انت تعمل تركز على الرجلين وعلى الوسط. احنا عايزين نركز دلوقتي على الرجلين وعلى الوسط، مش عايزين نركز على اي تفاصيل تاني. بالنسبة اهي دي كده من غير اي تعديل. المفروض ان هو بينزل بعد كده بيطلع، يفضل ثابت 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 وبعد كده بينزل. احنا زي ما احنا قلنا ده الكونتاكت بتاعك اللي هو الري ده، والاحمر التاني دوت المفروض الكونتاكت التاني اللي هو في فريم 12. التايمنج بتاعك مظبوط. المفروض ان بنيجي في النص بننزل لتحت. انت اوريدي عامل دوت بس مش عامله بنسبة كفاية، محتاج ينزل اكتر من كده. ميتنج رايت. المفروض ان احنا ننزل ياخد الوزن بتاعه. طبعا زي ما قلت لك في الاول ان هو انت عامل مسافه كبيره قوي في حجم الرجل، المفروض ما تبقاش البرجل واسع قوي كده. لو هو برجل واسع يبقى هو بيمد، معنى ان هو بيمد يبقى لازم يميل لقدام. فاحنا بنعمل العاديه خالص دلوقتي، مش محتاجين نعمل اكتر من كده. خلينا ما نسبقش الخطوات بتاعتنا، تمام. فالمفروض ان هو هينزل، يبقى ينزل اكتر من كده سنه، محتاج ينزل اكتر من كده. هنا مش هيطلع قوي كده. نقارن بقى بالاولاني، المفروض يطلع سنه. وهنيجي في فريم 9 هنزوده اكتر. فكده احنا حققنا النظريه بتاعه الموجه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي بتنزل بياخد الوزن بتاعه، بعد كده يطلع لغايه فوق، بعد كده ينزل تاني. فدي دي كده خطوه صح بالنسبه للسنتر. نيجي نشوفها من قدام. المفروض ان هو هنا يميل بوسطه، انا اسف، الناحيه التانية ناحيه الرجل اللي بتتحرك. هنا المفروض ان هو يبقى فيه سنه لقدام ومظبوط عدل. هنا المفروض يميل العكس مع رفعه الرجل، لان زي ما قلنا قبل كده ان ده الكتف زيه زي الكتف بتاع الدراعات. فانا هرفع دراعي او هرفع رجلي، يبقى لازم الوسط يتأثر برفعة الرجل دي، تمام. ادي كده ايه ظابطه الناحيه دي. طيب اعتقد ان كده الوسط تمام. طبعا في حاجه ان احنا هنا الركبه مكسوره خالص، احنا محتاجين ان احنا نظبط الركبه. محتاجين برضو نظبط هنا الركبه، نظبط هنا الركبه كده. بالنسبه للوزن بقى، هو المفروض ان هنا الرجل دي تقريبا بقت في الهواء. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده في البالانس، ان لازم يبقى فيه بالانس في الموضوع. طب الاتزان ده يحصل ازاي؟ بان انا اجيبه ناحيه الرجل دي شويه. انت اوريدي اصلا مش شغال على السنتر تقريبا. انا المفروض ان انت تشتغل على السنتر، فحاول ان انا اخليه سنتر عشان نظبطه. فهو كده كده صح، كده الوزن اتعمل مظبوط. المفروض ان انت هنا ماشي مظبوط كويس، بس لازم نميلها سنه كمان بحيث ان هو يبقى السنتر دوت مركز على الرجل اللي هي بقت في الهواء.
هنا نفس الموضوع. يبقى ابتدى يقرب كده، بقى في السنتر بالظبط. ونفس الحكايه الناحيه التانية. انت عاملها انت. انا ما عدلتش الخطوه دي عشان تحس بالفرق ما بين الخطوه دي والخطوه دي. انت هنا اوريدي عامل الوزن مظبوط، بس متاخر. يعني هو المفروض ما يبقاش متاخر كده، المفروض يبقى بدري من اول ما رجلي دي اترفعت. تمام. فحاول ان انت تظبط الحته دي في اللي جاي. تمام. طبعا اللي احنا عملناه ده المفروض ان هو يتعمل العكس الناحيه التانية. بالنسبه للرجلين، الرجل بترفع بزياده جدا. هي المفروض ان هي هنا تبقى تحت اكتر من كده، تبقى مايله البصه لقدام. هنا المفروض ان هي تبقى طلعت من على الارض خلاص. مش عارف الكاركتر ده ليه. ايوه، فوت رول. فوت رول 0. المفروض في 9. كده بقت اهدى بكتير. ممكن التو نلعب فيه شوية، نميله سنة، ندينا فولو كده. ممكن هنا نعليه سنة. طبعا هنا دخل في الارض. هنا بقى في مرحلة البولش بقى في الاخر احنا بنقعد بنرفع، نشتغل فريم باي فريم. حاسس بفرق، في فرق ما بين دي وما بين دي. الركبة نفس الموضوع هنا، محتاجة تتظبط. اعتقد كده التراجكتوري كده افضل بكتير. يعني لو بصينا على التراجكتوري ده والتراجكتوري ده، ده الفرق بين الاتنين في الحركة بتاعت الرجل. بالرجل تحديدا يعني. بس اعتقد ان دي التعديلات اللي هي عندي. اعتقد ان هي كده كده كويسة يعني. اعتقد ان هي كده كويسة.
ممكن نسبة الميل هنا تتظبط شوية. مبقاش زيادة اوي كده، ممكن هنا تعلى سنة. بس لازم يميل هنا، لازم يخش ناحية اليمين. ما ينفعش ان هو رجله تتشال مع الارض ويبقى هي دي الرجل الاساسية اللي واخدة الوزن كله، وفي نفس الوقت ايه يبقى مش مايل ناحيتها هي اللي شايلاه. ما ينفعش نبتدي من هنا، ما ينفعش. تمام. بس هرفع لكم الفيديو دلوقتي واتفرجوا عليه، اتفرج عليه يا محمد، ولو عندك اي ملاحظات نخش نتكلم تاني.